الكلام اللي هقوله لك النهارده ده ولا هو صعب ولا هو مستحيل، مش عايز بس منك غير شويه التزام واصرار، وانك تبقي مؤمنه فعلا ان انت هتوصلي لحاجه، بس مش اكتر من كده. كل اللي انا عايزاه منك هو ان يكون عندك كيس زي ده او زي ده ايا كان، مش لازم يعني يكون من النوع اللي بيلزق. لو عندك حاجه زي كده مثلا زي اللي بنحط فيها الاكل، انا للاسف دخلت المطبخ ادور على كيس ساندوتشات زي ده زيب لوك بس ما لقيتش. فعندي يعني الكيس ده كان حاجه جايه لي في اوردر شي ان، وبصراحه انا بخلي الاكياس دي يعني بحس ان هي مفيده، فهستخدمه بقى النهارده. لو عندك حاجه زي كده تبقى حلوه قوي، او اي كيس ايا كان شكله ايه مش مهم، المهم ان هو يكون حاجه تحفظ فيها الكلام، يعني الحاجه اللي انا هقولك عليها دلوقتي. الفيديو اللي فات انت اكيد شفتي ازاي، يعني انا كنت بقولك او بعرفك انك ممكن تشتري سبيكه من اول 10 ملي، تمام. دي اصغر سبيكه في مصر تقريبا والعالم كله، يعني هي 10 ملي بس، بسيطه جدا. وقلت لك ازاي تقدري ان انت تجيبي حاجه زي كده كل شهر وتعتبريها زي الجمعيه بتاعتك. هقول لك بقى تعملي القصه دي ازاي. وعايزه اقول لك كمان حاجه مهمه، انه انا ليه بعمل الفيديوهات بتاعه الذهب والاستثمار في الذهب، وخصوصا كمان بوجه الكلام ده للستات والبنات تحديدا. اول حاجه مش بس للاستثمار والادخار وفكره انه انت تحفظي فلوسك، ده طبعا مهم جدا وحاجه مطلوبه، لكن كمان الذهب ليه علاقه بصحه المراه، يعني ليه علاقه بصحتنا، واحنا فعلا يعني بنتغافل عن الفكره دي وما بنركزش فيها، لكن هو فعلا بيأثر جدا على حالتنا النفسيه والمزاجيه بسبب الهرمونات والتأثير بتاعه على الهرمونات. وده السبب اصلا اللي مخلي لبس الذهب للرجال حرام، لان هو يعني بيخش فيه نانو بارتيكلز كده، او يعني جزيئات يعني نانو خالص للجسم، وبتأثر على صحتنا يعني احنا كسيدات وبنات. زمان عارفين اهالينا زمان قوي قوي لما كانوا الستات بيهتموا ان هم يلبسوا كردان او يلبسوا حلق ذهب او كده، مش بس كان للزينة والشكل الجميل، بس برضو كانوا اكيد عندهم معلومة انه ده يعني مهم ومفيد ليهم يعني ولصحتهم. اي نعم هم يمكن ما كانش عندهم التكنولوجي بتاعت الوقت بتاعنا ده والعلم كله يعني اللي ممكن يكون العالم وصل له، بس يعني اكيد هم كانوا عارفين ايه المفيد لصحتهم وكانوا بيعملوه. فكرة بقى انك توصلي انك تشتري حاجة زي دي، انت بالنسبة لك مثلا في وقتك الحالي ده ممكن تحسي ان الموضوع مستحيل، او تحسي ان الموضوع صعب جدا، ازاي هعمله والكلام ده كله. بالعكس خالص، ما تفكريش بالطريقة دي، بمنتهى البساطة بمنتهى السهولة. لو بس كل يوم التزمتي وصحيتي كل يوم قلتي انا عندي تارجت وعايزة احققه، زي كأنك واحدة بتشتغلي في مكان ما ومطلوب منك تاسك كل يوم تعمليه، ايا كان بقى التاسك ده ايه. انا اللي هطلبه منك هو تاسك بسيط انك تعمليه كل يوم، مش مطلوب منك اكتر من كده خالص، ومطلوب شوية انضباط والتزام بس مش اكتر. طيب ايه المطلوب منك تعمليه او ايه المفروض تعمليه؟ هقولك. شايفة الورقة الخضراء اللذيذة دي؟ ورقة ال20 جنيه. انا مش عايزة منك غير ورقة ب20 جنيه كل يوم، بس تصحي الصبح كل تفكيرك كله انه ازاي تطلعي ال20 جنيه دي من مصروف معاكي او من شغل بتعمليه او ايا كان. مش عايزة غير ورقة ب20 جنيه او ورقتين ب10، بس اي ورقتين ب10 جنيه او ورقة ب20 جنيه كل يوم. بتصحي الصبح بكل تركيزك كله وتفكيرك كله زي كأنك صاحية وعارفة انك هتلتزمي مثلا في الصلاة، او انك مثلا نازلة رايحة الشغل، او انك مثلا هتفطري، او ايا كان الالتزام البسيط اللي انت بتعمليه في يومك. عايزة ده يكون جزء منه، عايزاكي تلتزمي بانك توجدي 20 جنيه كل يوم، وهي دي اللي انت هتدخريها او هتستثمريها. هتجيبي الكيس بتاعك او ايا كان حاجة اللي هتحطي فيها، وهتحطي الفلوس جواها وبس. مش عايزة منك غير كده كل يوم لمدة 30 يوم بس كده. اي نعم الذهب دلوقتي ممكن يكون فيه كلام كتير قوي ولخبطة كتير قوي، وطالع بيغلى بشكل مبالغ فيه
والدنيا ملخبطه وكلام كتير قوي وبلبله كتير قوي، بس ده كله بسبب يعني السياسه اللي دايره في العالم والمشاكل اللي ما بين امريكا والصين ومش عارف ايه وبتاع والكلام كتير قوي ده. ملناش دعوه بكل الكلام ده كله، احنا هنعمل التاسك بتاعنا وبس. الذهب عادي، الذهب نزل على اخر الشهر، هنشوف احنا وضعنا ايه وظروفنا ايه. قدرنا اننا نزود المبلغ ده من 20 ل 25 يبقى خير وبركه، يبقى حاطين يعني بقينا في السيف سايد، او كنا في رينج امن. ما كانش حلو قوي 20 ممتاز، عايزين 20 جنيه كل يوم يتحطوا في الكيس بتاعنا ده، او ايا كان ايه اللي احنا هنحط فيه، وبس على كده شكرا، مش عايزين اكتر من كده. طيب اخر الشهر هنعمل ايه بقى لما نوصل للمبلغ ده بعد 30 يوم، سواء بقى اجازه او مش اجازه، ايا كان اليوم شكله ايه؟ انت مطلوب منك الورقتين دول بس، 10 او 20 جنيه بس، مش مطلوب منك اكتر من كده. ويستحسن يكونوا يعني ايه البلاستيك دول، معرفش يعني نفسيا معرفش، بحس ان الواحد ايه بيتشجع لهم اكتر يعني. هنعمل ايه اخر الشهر بالمبلغ اللي هيكون معانا؟ هنروح وهنشتري سبيكه من السبايك اللي انا قلت لكم عليها دي، لو السعر مناسب. لو السعر مش مناسب ولسه حاسين ان الدنيا مش تمام، هنستنى للشهر اللي بعديه، وبرده هنجمع 600 جنيه التانيين بتوعنا دول لغايه اما هيوصلوا مثلا ل 1200 جنيه. استنى متاكد بس ده انهي وزن فيهم. وساعتها هنشوف لو سعر الذهب معقول، ممكن نجيب السبيكه سبيكه اكبر شويه. لو ما كانش سعر الذهب معقول، نشوف حاجه تناسبنا في نفس المبلغ ده، وتكون برضو في السبايك برضو ما تكونش المصنعيه بتاعتها عاليه ولا حاجه. انا قلت لكم قبل كده في الفيديو اللي فات انه يعني السبيكه ال10 مللي دي هي تقريبا اكتر سبيكه المصنعيه بتاعتها عاليه لانها صغيره جدا. لكن لو قدرتوا ان انتوا تعلوا شويه وتجيبوا الربع جرام يبقى حلو جدا. يعني هي دي 10 مللي ودي 25 مللي، فالفرق بينهم ما بيبقاش كبير قوي. وفي نفس الوقت هي اللي معايا دي نص على فكرة مش ربع، بس في منها الربع كمان برضو من شركة نجم الدين، برضو عندهم كل الأوزان دي، فدي حاجة هايلة جدا. استفيدوا بقى بفكرة انه ده اوريدي بقى متاح وموجود للناس يعني. ف ابجريد للربع يكون احسن من ال10 مللي. مش متاح ان احنا نعمل الابجريد، وما بنقدرش غير ان احنا كل شهر نشيل 600 جنيه بتوعنا، يبقى هنروح نرجع لل10 مللي دي ونكمل فيها. بس كده، واحده على واحده على واحده على واحده، هتلاقي نفسك على اخر السنه قادره ان انت تبدليهم كلهم وتجيبي حاجه مثلا ايا كان وزنها ايه مناسب للمبلغ اللي هيكون معاكي، ومناسب يعني للوزن اللي معاكي. يعني حتى لو قدرتي توصلي لجرام، دلوقتي هم بيصنعوا حاجات عيار 18، انا قلت لك قبل كده دي 24، يعني دي الفاليو بتاعتها عاليه. تقدري بعد كده مثلا ان انت تبدليها بوزن، يعني مثلا لو عندك من دول 10 وبقى معاكي جرام، يعني اجمالي الوزن بقى جرام، تقدري ان انت تجيبي خاتم، تقدري ان انت تجيبي حلق مثلا جرام وشويه عيار 18. ودلوقتي بقى تقريبا كل الشركات بتصنع الاوزان الخفيفه دي، يعني بقوا يصنعوا خواتم، حلقان، انسيالات. في حتى انسيالات دلوقتي وزنها بقى 50 مللي. يعني انا كان عندي انسيال كله فراشات، كان حلو جدا انسيال، وكان كله فراشات صغيره كده، كان 50 مللي، يعني كان نص جرام، وكان شكله جميل وملبوس وكل الكلام ده كله. بس يعني عشان انا ايديا مبقلظه شويه، فما كانش بيبان قوي شكله في ايدي، فبعته وقررت ان انا بعد كده بقى ايه همشي بنظام السبائك ده. وبعد كده لما اوصل للوزن اللي انا عايزاه، اقوم جايبه حاجه وزنها كبير شويه وباين عليها الشكل وانا لابساها. بس كده، ده كان الفيديو بتاعي للنهارده. امشي على الخطوات زي ما قلت لك، مش مطلوب منك غير التاسك البسيط ده. هتشيلي الفلوس دي بعيدا عن متناولك تماما، ايا كان الظرف اللي انت هتمري بيه او محتاجاهم او ايا كان، وان شاء الله يا رب ما تحتاجيهمش. مالكيش دعوه بيهم، كانهم مش موجودين، كانهم اتصرفوا، كانك كل يوم جبتي كيسين شيبسي. فبجد والله دلوقتي كيس الشيبسي بقى بكام؟ يعني انت بتمن كيس شيبسي دلوقتي هتوصلي ان شاء الله لمرحله ان انت هتجيبي بيها ذهب، تبسطي بيها نفسك وتحوشي فيها، وفي نفس الوقت ايه تلبسيه وتستفيدي منه. ف
كيس الشيبسي دلوقتي او كيس الاندومي او ايا كان دلوقتي بقى ب 10 جنيه. فهو انت اللي احنا بنتكلم فيه ده، المبلغ اللي انت هتشيليه كل شهر ده هيبقى مبلغ يوميا بالنسبه لك سهل وبسيط، وفي اخر الشهر هتلاقي نفسك فعلا عملتي حاجه، وعلى اخر السنه هتلاقي نفسك اشتريتي حاجه انت ما كنتيش تتخيلي ان انت تشتريها. ف قولوا لي برضو رايكم في الكومنتس، احب اعرف ارائكم. في ناس كانت بتقول لي في الفيديو اللي فات انه انت ازاي بتشتري يعني كده جرام الذهب في الاخر هيبقى ثمنه اغلى بكتير من جرام الذهب دلوقتي. هرجع برضو واشرح القصة دي، وهقول انه ده لو على اساس ان سعر الذهب فضل ثابت معانا طول السنة، وده ما بيحصلش خالص. احنا دلوقتي تقريبا بننط في الاسبوع مع التغيرات والاحداث اللي احنا فيها دي، بينط يعني 100 وشوية اكتر، يمكن العملية ملخبطة على الاخر في الاسعار والكلام ده كله. ففكرة ان احنا نوصل لاخر السنة ويبقى سعره زي اول السنة دي مش مضمونة ومش واردة اصلا، يعني ما افتكرش ان ده هيحصل. وهو الذهب في العموم على مدار السنين اللي فاتت دي كلها عمره ما رجع تاني. يعني انا لو وقت ما اتجوزت كان الجرام ب 200 جنيه، فاحنا دلوقتي بنتكلم في ان الجرام دلوقتي وصل ل 4000 جنيه، فعمره ما هيرجع تاني ابدا لل 200 جنيه اللي انا كنت متجوزة بيها يعني. فيعني فكر مش ما تشغلوش بالكم بقى بالقصه دي. فكره انه عالي وطي مش عارف ايه بتاع، احنا مش يعني انا وانتوا كده زي ما بنتكلم كده مع بعض ما بنجيبش دهب بملايين. يعني احنا مش اللي هو ايه يعني بنستثمر فلوسنا بقى احنا كتجار كبار او وات ايفر. يعني احنا حتى مش تجار، احنا مجرد ستات وبنات كده على قدنا، عايزين نجيب حاجه لذيذه نلبسها ونتبسط بيها وشكرا على كده. مش عايزين ايه يعني، مش عايزين نشغل بالنا ونرهق نفسنا قوي بقى في الاقتصاد والقصص دي. احنا كل اللي احنا بنعمله بس ان احنا زي ما بنوفر وبندبر وبنفكر في افكار للتوفير وافكار للتنظيف ومش عارف ايه وبتاع، احنا برضو بنعمل حاجه شبه كده في بالنسبه يعني للذهب، وبنعمل ابجريد كده لحياتنا. ايه، بنحاول اننا نستثمر فلوسنا كلها في حاجه ما تكونش ملهاش لازمه، وتكون حاجه ليها قيمه. بس يعني انت لو خرجتي رحتي اي مكان ايا كان وفكرتي ان انت تشتري مثلا قطعه اكسسوار هتلبسيها تمنها سي مثلا 20 جنيه او 50 جنيه او 100 جنيه او اي حاجه، افتكري ان في الاخر هتلبسيها مرتين ثلاثه لونها هيغير ومش هتتبسطي بيها ومش هتحسي ان هي قيمه. بالعكس، لما بتلبسي حاجه دهب بتحسي ان انت لابسه حاجه فاليبل وشكلها حلو، وفي نفس الوقت بتديكي كده ايه ثقه بنفسك الى حد ما. لكن الكلام الفاضي التاني كله بقى بتاع الاكسسوارات، وحتى الستينلس دلوقتي برضو بقى غالي جدا جدا، وفي نفس الوقت هو مش قيم وما بيتباعش وملوش اي لازمه. ف ركزي زي ما بقولك كده في اللي بقولهولك ده، وان شاء الله كمان اعمل لكم فيديو تاني للفضه للبنات اللي مش قادره ان هي توصل انها تحوش في الذهب او انها تشتري ذهب. برضو الفضه اوبشن مش وحش على المدى البعيد، يعني على سنين اكتر. الذهب بيبقى اسرع وبيبقى اسهل في البيع والكلام ده كله، لكن برضو الفضه يعني معدن قيم، وفي نفس الوقت برضو ممكن نبيع ونشتري فيه عادي جدا، وبرضو يبقى بالنسبه لنا فاليوبل، هيبقى احسن لنا برضو من الاكسسوارات والكلام الفاضي التاني ده. في اخر الفيديو عايزه اقولك بطلي تضيعي فلوسك، بطلي تصرفي فلوسك على حاجات عبيطه وشنط وجزم ولبس كتير قوي ملوش معنى والكلام ده كله. خليكي شاطره وناصحه ازاي انتي بتصرفي فلوسك، وخليها دايما يعني بتستثمريها في حاجات فعلا ليها قيمه. بس كده، ده كان فيديو بتاعي النهارده. هستنى الكومنتس بتاعتكم بقى. يلا باي باي.